السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا قلت السلام بس بره علشان انا لما ادخل الحمام هوريكم النهارده ان شاء الله. انا هعمل حلقة مختلفة. هعملها على الغسالة العادية. هقول لكم على خلطة حلوة جدا بتستخدم للغسالة العادية والغسالة النص اوتوماتيك. تمام. طبعا الغسالة العادية دي عندي خالتي كانت زمان بتغسل عليها. والله عندي اتنين وواحدة عندها اتنين جايباهم في جهازها. لا والله يا ام الاء انا داخله يا جماعه بتشطي بالله. ما جابت غسالة. احنا فاتحين نفسنا كده. معلش ما انت تعتذر مني ليه؟ كانش على يميني غسالات يا ام الاء. بصوا يا حبايبي، ان شاء الله النهارده هعمل لكم خلطه للغساله العاديه والغساله النص اوتوماتيك، لان ناس كتير طلبت مني مسحوق او خلطه للغساله العاديه زي خلطه الغساله الفوق اوتوماتيك الاوتوماتيك اللي انا عملتها، اللي هي الحمد لله بفضل الله نالت اعجاب ناس كتير جدا، والحمد لله مشاهداتها كانت حلوه جدا. فحبيت اعمل لكم خلطه للغساله العاديه اهي زي ما انتم شايفين. دي الغساله العاديه اللي احنا هنغسل عليها، ودوت الغسيل اللي احنا هنغسله. طبعا خالتي لسه بتجيب، هنعمل لكم للابيض والالوان والاسمر. لا هنشيل الاسمر، هي الخلطه دي للابيض والالوان بس. تمام. بس خالتي لسه بتجيب الغسيل من بره. خليكم معانا بقى ان شاء الله عشان هنطلع بره ونرجع نقول لكم على الخلطه اللي احنا هنعملها للغساله العاديه. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، علشان بس الحته هنا ضلمه في طرقه الحمام، مفيش لمبه يعني، فايه يا رب الاضاءه تكون واضحه. بصوا دوت الغسيل اللي احنا هنغسله ابيض في الوان، وبرده زي ما قلت لكم هنشيل الحاجات السمراء اللي فيه. خالتي عماله تجيب ايه غسيل من جوه، شايفين قد ايه الغسيل اهو. تمام كده. بتقولوا لسه. دلوقتي بقى هنقعد بقى علشان نعمل الخلطه معاكم. اول حاجه حبايبي معانا زي ما انتم شايفين كده، ده طبق هنحط فيه الخلطه اللي انا هعملها بالظبط. تمام. ممكن الخلطه دي تتعمل وتتحط كده برده في جردل، بس تقعد اسبوع بس كفايه، او اسبوعين. لا اسبوع ايه، لا اسبوعين 3. تمام. يعني غير خلطه الغساله الاوتوماتيك اللي انا عملتها تكفي 4 أو 5 شهور. دي خلطه تستخدم ايه في وقتها، يعني بنعملها في وقتها. معانا طبق اهو، ومعانا كيس برسيل او اريال او اي مسحوق انتوا بتحبوا تستخدموه. البرسيل ريحته حلوه. تمام. هنكب البرسيل هنا. تمام. وهنقول لكم ايه الحاجات التانية اللي احنا بنشتريها علشان نعملها. ومعانا مبشره هنقول لكم ليه احنا جايبين المبشره ليه. بسم الله. بصوا يا حبايبي، زي ما انتم شايفين احنا اخدنا نص الكيس بس، علشان الخلطه دي بتنضف جامد جدا وبتخلي الهدوم البيضه جميله جدا، بخلاف كمان ان الغساله العاديه بتنضف عن الغسالات الاوتوماتيك يا حبايبي. الغساله العاديه بتاعت زمان ديت بتنضف صراحه، مش بصوا يا حبايبي، الحاجه الثانيه اللي معانا صابونه، معرفش اسمها نابلس دي ولا ايه. ده كانت الشمس زمان يا جماعه. لا سان لايت دي لا. تمام. هي دي الصابونه اللي احنا هنستخدمها. الصابونه دي احنا بنشتريها، هنبشر نصها بس على الاريا، هنبشر نصها يعني، او ممكن ربعها لو كميه الغسيل قليله. لو كميه الغسيل كتيره ومش نظيفه يبقى هنبشر نصها بس. مش نظيف يا ام الاء. طب اكذب عليك. هنبشر بس ايه نص الصابونه على الاريال زي ما انتم شايفين كده. النبي كنا زمان ما كنا بنكشرها ولا بنرميها في الغساله التلج. لا خساره، ما هي كده كبيره زي ما انتم شايفين كده. ما هي دي بالصابونه يا مان. لا ولسه في بقى مكون ثالث او بصوا يا حبايبي، زي ما انتم شايفين ادي شكل الصابونه اللي احنا بشرناها، او نص الصابونه، النص الباقي اهو، ونص كيس الاريال اهو. هتشوفوا شكل الغسيل عامل ازاي. اللي زي ما قلت لكم لو الغسيل مش نظيف وكتير حطوا الكميه كلها. معلش هي بتكون مكلفه شويه بس عشان الغسيل يطلع حلو. تمام. هنقول لكم بقى على المكون الثالث والاهم في الموضوع، لازم يتحط في الغساله. هو ده بقى اللي سبب بياض الغسيل وايه بيخليه كده ابيض زي القشطه بالظبط. هقول لكم عليه وانا واقفه على الغساله. بصوا يا حبايبي، زي ما انتم شايفين بنملى نص الغساله ميه ساقعه، وبالنص الثاني بنملاها ميه سخنه جدا، يعني من السخان بتغلي. تمام. فاحنا بنملى الميه السخنه البارده الاول بالخرطوم، وبعد كده بنملى الميه السخنه عليها. اهم شيء الميه السخنه بتنضف يا جماعه. الميه السخنه كانت امي زمان بتقول بتفرط الوساخه يعني. صح كده. الميه السخنه دي حكايه دي انا بفرط. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى بنملى بالجردل الميه السخنه. تمام. هنقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. بصوا يا حبايبي، هنحط الخلطه دي في الغساله اهي عشان الصابون يبدا يسيح. تمام. واهم حاجه في المسحوق بقى اللي انا عملته الخل. حطوا نص كوبايه كبيره من الخل او ربع الازازه. تمام. في كل غسله حط الخل ان شاء الله حتى مع الاريال، بس مش لازم الصابون، بس حط الخل.
الخل بيبيض الغسيل جدا وبيخلي الغسيل ابيض ناصع، ما تقولوش عليه. هما كان شويه صغيرين. طب انا ربع كوبايه مالك. هنشتري خل. اهم حاجه ان احنا قلنا لكم ان في خل. اهم حاجه صراحه هو الخل بتوعي. لا هو فعلا الخل مبيض جدا للغسيل وبيخلي الغسيل ناصع. الميه طبعا دي سخنه يا حبايبي. تمام. بالراحه، انت مالك بتخبطي الجرده اللي كده. دلوقتي بقى هنحط الغسيل الابيض قدامكم، وبعد كده هنشغل الغساله بس لما نملى الغساله عليهم. بصوا الهدوم مش نضيفه ازاي اهو. كم الغسيل البتاعه مش نضيف خالص، واللياقات كمان. وبصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى هنشغل الغساله على الاريال والصابون والخل. تمام كده. بس انتوا لو سمعتوا صوت الغساله هتتخضوا من صوت الغساله لانها قديمه. غسالات زمان كده. فانا حبيت اقول لكم على الخلطه قبل ما نشغل الغساله. هوريكم طبعا الغسيل في نصه، بس اعذروني من الصوت. هنشغل الغساله قدامكم وهفصل على طول. ده احسن حاجه عندنا هي الغساله. غسيل زمان هو ده يا جماعه والله. انا بس هشغلها واطلع بره، اقعد في المدخل لما تجرب تغسل ارجع لها تاني من الصوت بس. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين طبعا انا من صوت الغساله ما عرفتش اطلع قدامكم. دلوقتي بقى هنطلع الغسيل واحده واحده لان الميه سخنه. تمام. بصوا نار انا هفصل الكاميرا. هطلع الغسيل وهحط الغسيل في طبق الميه دوت. تمام. احنا بنحط الغسيل في طبق الميه، وكل دور بنشطفه في الطبق دوت. كل دور بنشطف الغسيل حلو ونحطه في الجردل اللي قدامنا ده، ونكب الميه دي ونحط ميه تانية للدور اللي بعده. تمام اهو زي ما انتم شايفين. مالكوش دعوه بالاضاءه اللي جوه الحمام لان الاضاءه صفراء. انا هوريكم الغسيل بره لونه عامل ازاي وشكله عامل ازاي. ده بوبا فل. بصوا يا حبايبي بقى بنشطف الغسيل كده بالراحه واحده واحده بقى. تمام. بنطلع كده الهدوم ونعصر ونحط في الجردل اللي احنا هنطلع ننشر الغسيل بره. ده مش لا ده لون اسود من قلم. تمام. او حاجه يعني لون اسود مش هدوم مش نظيفه يعني. تمام. بصوا بقى اهو الميه شغاله جنبنا على طول باستمرار، وبنعصر وبنحط في الجردل، بنعصر وبنحط في الجردل. انا هوريكم الغسيل من اوله لاخره اهو. وبصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين خالتي بتجيب من الطبق دوت وبتعصر وبتحط في الجردل هنا. تمام. دلوقتي بس يا بابا دلوقتي كده بقى ان شاء الله هناخد الغسيل ونطلع بقى ننشر الدور الاولاني اللي هو الابيض، وهنحط دور تاني الوان قدامكم، وبعد كده احنا نكمل الغسيل براحتنا. في دور ابيض بس انا صراحه فصلت الغساله عشان تسمعوا الصوت. ده يا حبايبي الدور التاني، وده الدور التاني الابيض اللي احنا كنا حاطينه. تمام كده. هنطلعه ونشطفه ونطلع ننشر شويه الغسيل اللي احنا غسلناهم عشان تشوفوا بياض ونظافه الغسيل. حبايبي ده دور الغسيل اهو. كنا حطينا دورين، دور ابيض وحطينا دور بعده اللي هي الملايه دي. تمام. علشان بس وقت الفيديو انا بس حبيت اعمل لكم كذا شكل من الغسيل. دور دوت دور ابيض ودور من ده، وحطينا جلبيتين كده اهو من بتوع خالتي برضو عشان ننوع في الغسيل على الحبل قدامكم. حلو كده. دلوقتي بقى هنشطف الغسيل ده كله ونطلع على الحبل عشان نوريكم شكل الغسيل بالخلطه اللي احنا عملناها او المسحوق اللي احنا عملناه. تصور يا ماما لو انت عاوزين. استني بس. لا تضحكي يا ماما. يلا هنطلع بره علشان نكمل الفيديو معاكم. حبايبي حبيت اوريكم قبل ما اطلع برضو حطينا دور في الغساله لسه ما شغلتش عليه. تمام. وده الغسيل بتاعنا اللي احنا غسلناه قدامكم. هناخده بقى بره علشان نبدا نغسل، قصدي ننشر الغسيل قدامكم. يا رب الحلقه تعجبكم، واذا عجبتكم اوعوا تنسونا باللايك يا حبايبي، ونشوفكم بره بقى على الحبل. دلوقتي يا حبايبي بصوا بقى يا حبايبي ده شكل الغسيل بتاعنا. اقسم بالله متزهر علشان ما حدش يقول الغسيل متزهر ولا اي حاجه. بصوا احنا لما كنا في الحمام كان الاضاءه صفرة. انا قلت لكم لما نطلع بره هتشوفوا شكل الغسيل بيكون شكله حلو قوي، وغير الحمام خالص، غير اضاءه الحمام خالص. اهو شايفين اللون الابيض عامل ازاي، والالوان عامله ازاي، ناصعه ازاي. شايفين غسيلها حلو يا ماما. والله لا خالتي غسلها حلو والله وهي شاطره. ده خالتي حطت جلبيتين برضو علشان بس نغير في شكل النشير يعني. تمام. حطينا لكم من كل حاجه يعني عشان تعرفوا ان ده للابيض والالوان
وممكن للغوامق كمان، مفيش اي ضرر منه خالص. الخل يا جماعه ركزوا على الخل شويه في الغسيل، هيعجبكم الغسيل خالص. هوريكم بس العنب بتاعنا. العنبه اهي لغايه بقى خالتي كانت بتمسح الحبال. بصوا العنبه شايفين عامله ازاي اهي. انا بطفى منها ورق امبارح. ودي معرفش شجره ايه، تين. ايوه تين. لو شويه اللحمه عندك شوفي خالتك تسلقها عاملاها ازاي. شايفين عاملين الشجر عامل ازاي. دخلنا من المسحوق لحاجه تانية خالص. جرة الجبنه مش تنسى. طيب نوريكم جرة الجبنه. بصوا يا حبايبي اهو. دلوقتي بقى ايه، هننشر الغسيل قدامكم واحده واحده كده، وهتشوفوا شكل الغسيل على الحبل بيكون عامل ازاي. يا حبايبي اهو شكل النشير اهو. احنا بننشر هنا كده لان طبعا الحبال دي ارضيه شويه، يعني قريبه من الارض، فايه عشان الهدوم ما تلمسش الارض. تمام اهو. بصوا هوريكم الجلابيه التانية اللي خالتي نشرتها اهي. حلو كده. دلوقتي بقى هننظم الغسيل كله واوريكم شكل الغسيل في الاخر اللي احنا غسلناه بالصابون والاريال والخل. اهم حاجه الخل في الموضوع. هنحط جلابيه ثالثه. ممكن اعدي. الجلابيه دي لونها سكري او اوف وايت كده. تمام. هي الجلابيه البيضه، هي دي الجلابيه الوحيده البيضه ومش متزهره. الغسيل طلع من قدامكم من الغساله للطبق للحوش. تمام اهو. وجربوا الخلطه دي وهتعجبكم زي ما عجبكم الفيديو بتاع الغساله الاوتوماتيك او خلطه للغساله الاوتوماتيك. وشايفين يا حبايبي خالتي بقى نشرت الملايه اهي. لسه مش تمام. ظبطتها. لا اهي بنظبط فيها يعني. تمام. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين ده شكل الغسيل بتاعنا بعد ما اتغسل ونشرناه. والله صدقوني الغسيل لسه تحت اهو، بس احنا علشان الكاميرا تجيب كل الغسيل وعشان الحبال ورا بعضها، فاهمين؟ فاحنا ايه نشرنا شويه صغيرين اهم. تمام كده. ونشرنا الملايه وهننشر بقى شويه الغسيل الباقيين جوه في انشري يا ام الاء براحتك. عشان بس نعرف نصور لكم بس ايه شكل الغسيل. كانت الفل بس عايزه اللي اصور. والله العظيم الحلقه جميله جدا والغسيل حلو يعني. تسلم الخلطه بتاعتها. يا رب بس ما تنسوناش باللايك يا حبايبي. الخلطه دي للابيض والالوان وللاسمر كمان. بس ما تنسوناش باللايك علشان الفيديو ايه ياخد حقه لو تكرمتوا علينا يعني. ويلا مع الف سلامه. مع السلامه يا حبايبي. مع السلامه.